ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة اول يوم في السنة الجديدة، كل سنة وانتم طيبين. حبيت اعمل لكم حاجة حلوة سهلة ولذيذة ومبهجة كده تدينا تفاؤل في السنة الجديدة. ترايفل الكاسترد بالموز بالجيلي بالفراولة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. اولا الفاكهة اللي استخدمتها زي ما انت شايفة كده موز وفراولة. 4 وحدات موز قطعتهم شرايح بالشكل ده، وحوالي يعني اقل من نص كيلو فراولة. هنقطعه بشكلين، هنقطع الفراولة شرايح بالطول كده، نقي الفراولاية الطويلة شوية واعملي شرايح طولية كده علشان دي هنزين بيها الطبق. والكمية الباقية اعمليها مكعبات كده صغيرة علشان دي اللي هنحطها في النص. قطعت بقى الفراولة والموز بالشكل ده الأول، وبعدين عصرت على الموز نص ليمونة بس علشان اللون ما يغيرش معانا. عصري كده وقلبي فيه علشان زي ما بقولك اللون بتاعه يثبت. 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق سكر، عليهم 3 معالق كاسترد. وطبعا بديل الكاسترد النشا، لو ما عندكيش يعني كاسترد اعملي نشا مهلبية عادية يعني. قلبي بقى على البارد كده، وبعدين ارفعيهم على نار هادية واستمري في التقليب بالشكل ده لحد ما يبدأ بقى ايه النشا بتاع الكاسترد كده يتخن يعني شوية. الجيلي عملته في كوباية ونص مية بس، والكوباية ونص حطيتهم سخنين مرة واحدة، وانا مبحطش سكر للجيلي، هو فيه سكر كفاية. عملته بقى وركنته علشان انا محتاجاه بارد خالص. الكاسترد اهو على النار بدأ بقى القوام بتاعه هيتخن شوية. حطيت له معلقتين قشطة وش اللبن، حطي اي نوع قشطة عندك. وبديل القشطة طبعا ايه مكعب زبدة. زي ما بقولك هيتخن بقى معانا اهو، القوام ده حلو قوي كده. نزليه بقى وهو كده، وهنستخدمه وهو سخن على طول. الطبق اللي هنستخدمه البولة البايركس دي حطيت فيها 3 معالق كاسترد كده تحت، علشان الكيك لما احطه يثبت يعني في الطبق. وبعد كده الكيك اللي هنستخدمه بقى اي بواقي كيك عندك، او كيك جاهز مفيش مشكلة. انا كان عندي انجليش كيك، حطيت بقى منه كده طبقتين، وتحطي بقى في كل الفراغات تملي الطبق كويس كده طبقتين، او حطي 3 اللي يعجبك. هي دي الكمية اللي هنستخدمها بس في الكيك، مش هنستخدم تاني. فحطي بقى براحتك. وبرضو لو تحبي تحطي بسكوت حطي 3 4 طبقات من البسكوت، برضو هيبقى لذيذ قوي. انا ما سقيتش الكيك حاجه، لان الكاسترد هيتحط فوقيه وهو سخن، فهيتشرب منه يعني، هو كفايه كده. لو تحبي بقى تسقيه شويه جيلي او اي عصير عندك براحتك، بس انا يعني قلت كفايه الكاسترد فوقيه، هينزل عليه وهو سخن فهيتشرب منه. حطيت بقى الفراوله اللي مقطعاها بالطول على جناب الطبق بالشكل ده كده، نزين بيه الطبق يدي شكل جميل. وبعدين حطيت طبقة من الكاسترد اهي، وبعدين مكعبات الفراولة والموز بالشكل ده، وبعدين باقي الكاسترد. هنا بقى احنا هنسيبه شوية لحد ما يبرد خالص ويتماسك، ويبقى الوش كده يعمل الطبقة فوقيه كده عشان نحط الجيلي. الجيلي لازم تحطيه وهو بارد خالص، هو للأسف الكاميرا اتقفلت مني وما تصورتش اللقطة دي. انا حطيت بقى دلوقتي فراولة وموز والجيلي كله ودخلته التلاجة ساعة لحد ما يتماسك، وبعدين زينته بقى بالفراولاية اللي فوق كده. وبألف هنا، طريقة سهلة وبسيطة خالص، وصنف جميل ولذيذ. وممكن بقى انت تغيري نوع الفاكهة، تغيري نوع الجيلي براحتك خالص. ولو عجبتك طريقتي النهاردة يبقى لازم تقومي تعمليها دلوقتي حالا. بألف هنا وباي باي.